ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. واخيرا النهارده الفيديو المنتظر. يعني انا اتاخرت جدا جدا في الفيديو ده، مش عارفه ليه. كنت كل ما اجي اصوره ويحصل اي حاجه وتعطلني، بس اخيرا الحمد لله بغض النظر عن البرد اللي عندي ده. بس قلت خلاص لازم اقعد اصوره لكم بقى. هعمل لكم ابديت عن البروجكت بلان، الحاجات اللي انا كنت عايزه اخلصها او اوصل لهدف فيها السنه اللي فاتت. وبعد كده ان شاء الله يعني الفيديو ما يبقاش طويل، واقول لكم ايه الحاجات اللي انا هبدا ان انا استخدمها السنه دي ان شاء الله. مبسوطه جدا ان السنه دي او من السنه اللي فاتت بدا ناس كتير او بنات كتير ان هي تعمل البروجكت بلان ده، ودي حاجه بسطاني جدا ان انا بحب اتفرج على الستايل ده من الفيديوهات، وكان اغلب الوقت مش بلاقي حد مصري او عربي بيعمل فكره الفيديو ده. فاتبسطت جدا مؤخرا، كتير قوي بدأوا ان هم يعملوا الستايل ده من الفيديو، وبدأوا يشجعوا البنات ان هم يستغلوا الحاجات الموجودة عندهم وكده. وبس عشان الفيديو ما يبقاش اطول من كده، يلا بينا نبدأ على طول. انتوا طبعا عارفين النوت بوك بتاعتي بتاعت البروجكت بلان، ببقى كاتبه فيها كل حاجه انا كنت حطاها في البروجكت. مبدئيا كده حاسه ان السنه اللي فاتت كان البروجكت يعتبر ناجح في كام حاجه بس اللي ما وصلتش فيهم لهدفي، لكن اغلب الحاجات كلها كانت تمام. فبس يلا بينا نبدا على الفيديو. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، كمان تعملوا لايك وشير، واكتبوا لي تحت في الكومنت خلصتوا ايه السنه اللي فاتت وهتخلصوا ايه ان شاء الله السنه دي. وبس كده يلا نبدا على طول. طيب زي ما شايفين انا عندي لستة حاجات كتير جدا السنه اللي فاتت كنت حطاها في البروجكت. فهبتدي ابتدي بالحاجات اللي ما وصلتش فيها، وبعد كده ابتدي بقى بالابديت الحلو بقى، صح؟ طيب هما مش كتير. اول حاجه ما وصلتش فيها لهدفي كان الكونسيلر ده من كاتريس اللي هو 1 دروب كافرج. تمام، هو فاضل فيه حبه صغيره، فيعني بصوا اوريدي مستخدمه منه كتير جدا. فده من الحاجات اللي ان شاء الله احطها في البروجكت بتاع السنه دي، فده هيفضل موجود معانا. بس قلت اوريكم لان انا يعني ما لحقتش ان انا اخلصه. كمان من الحاجات اللي للاسف ما قدرتش ان انا اوصل لهدفي فيها، انا ما كانش هدفي ان انا اخلصه ولا حاجه، هو الكريم شادو ده من براند اسمها جاست جولد. انا بحبه جدا وكل حاجه، بس يعني لان لونه مش حاجه ان انا استخدمها كل يوم وكده. فانا كان هدفي ان انا استخدمه 10 مرات بس طول السنه اللي فاتت، وللاسف استخدمته 3 مرات بس في السنه اللي فاتت دي. فمش عارفه، هو طبعا يعني اي شادو كريمي وشغال لسه كريمي جدا زي ما هو، ولونه خطير. نفسي ان انا يعني اتجرأ كده واستخدم الالوان دي، مش عارفه، ومفيش ريحه ولا اي حاجه ان هو اتغير او حاجه. هيرجع بقى الكوليكشن، الحمد لله ان انا استخدمته اصلا. وبرده من الحاجات اللي ما عرفتش ان انا اخلصها كان الاي ماسك ده من موموسو. من ساعه ما حطيته في البروجكت وانا نسيته حطاه على جنب كده وبنسى ان انا استخدمه. بس هو يعني قرب يخلص، فاضل مثلا 10 وحدات كده او حاجه، فممكن ده برضو من الحاجات اللي تفضل موجودة ان انا احاول اخلصها. كمان حطيت الكريم بلاشر ده من شي جلام، وزي ما شايفين هو اصلا فاضل فيه حبة صغيرة، بس ده انا حطيته اخر شهر عشان كده انا ملحقتش ان انا اخلصه. الدرجة دي اللي هي اسمها هش هش، ده من اول الكريم بلاشرز اللي انا جربتهم او جبتهم من شي جلام من اللاين ده، وانا بحبه جدا جدا، واكيد باين يعني مخلصاه قد ايه. فده من الحاجات اللي ان شاء الله برضو عايزه اخلصها السنه دي. بصوا فاضل فيه يعني نقطتين بس، عايزه اقول لكم النقطتين دول يعني قاعدين كتير، كنت معلماه هنا عشان لما استخدمه او كده، بس يعني ما استخدمتوش كتير لان جبت كريم بلاشر كتير جدا السنه اللي فاتت، فاتركن شويه. كمان من الحاجات برضو اللي معرفتش اوصل لهدفي فيها كان الهايلايتر ده من اسنس اللي هو ليكويد هايلايتر، اسمه ميك مي جلو. تمام، ده قديم عندي وبقاله فترة، بس بحبه جدا وحلو جدا. هو فاضل فيه تقريبا بصوا حد صغننين كده، بس يعني ممكن نحط منه النهارده. بستخدم منه كمية صغيرة، بحتاجش منه كمية كبيرة خالص، بس زي ما انتوا شايفين هو عظيم، لمعته تحفة ودمجه سهل. بس لازم تدمجوه بسرعة لانه لو نشف هيمسك بقى في البشرة. لمعته تحفه. انا مش بستخدمه كده، انا دايما بعمله ميكس مع الليكويد بلاشر بتاعي، مثلا دول بستخدمهم مع بعض دايما او كده، بيبقى شكله خطير. بس قلت احطه معاكم النهارده. اعتقد ان هو ما بقاش يتعمل، فانا مش عارفه بشكر فيه ليه، هو تقريبا يعني اسنس بطلوا يعملوه. المهم ده برده من الحاجات اللي ان شاء الله هتكمل معانا السنه الجايه عشان نخلصه. الايلاينر ده من اسنس اللي هو
اكستريم لاستنج ده درجته رقم 7، لونه اخضر كده وتحفة، ولكن هو بصوا معرفتش اوصل لهدفي لانه للاسف نشف. ده من الحاجات اللي كانت بتثبت وكان تحفة وكان لونه خطير، ده للاسف خلاص كده هيترمى مش هعرف استخدمه. وبس ده كده الحاجات اللي هي ايه مش احسن حاجة او معرفتش اوصل لهدفي فيها. نبدأ بقى في الحاجات اللي انا وصلت لهدفي فيها. هبدأ بأكتر حاجة أنا متحمسة بيها وإن أنا يعني عملت إنجاز بجد فيها، وهي إن أنا خلصت باودرز يا جماعة، ومش باودر عادية، لوز باودر. وهي اللوز باودر دي من فريفر 52. أنا اوريدي يعني الباودر ما كانتش مليانة يعني على الآخر، بس إن أنا أخلص باودر دي حاجة يعني ما بتحصلش، فده إنجاز بالنسبة لي إن أنا خلصت باودر. ودي من الباودرز اللي أنا بحبها جدا جدا، وما كانش عندي مشكله خالص ان انا استخدمها كل يوم. انا كنت ناويه ان انا ارجع اشتريها تاني، بس حاليا عندي كميه باودرز بالهبل، وفي حاجات كتير حلوه برضو بحبها من اللي عندي، فمش هرجع اشتريها على طول، او يعني مش هجري اشتريها دلوقتي، بس ممكن بعد كده لما اخلص شويه حاجات من اللي عندي هرجع ان انا اشتريها تاني. وعايزه اقول لكم ان انا مش خلصت الباودر دي بس، كمان خلصت الباودر اللي كانت هنا. انا حاطه هنا اللي هي ايرسبان عشان ما بحبش العلبه بتاعتها كبيره ومليانه على الاخر وبتبهدل الدنيا، فكنت ماليه دي للاخر من الباودر بتاعت ايرسبان، وزي ما شايفين خلصتها على الاخر. فمبسوطه جدا لان كمان العلبه دي اتكسرت واتبهدلت، فهرميها اخيرا، وهخلي بقى العلبه دي ممكن افضي فيها بتاعه ايرسبان عشان اعرف استغلها. وعايزه اقول لكم الباودر بتاعه ايرسبان دي بقى لها معايا سنين ولسه مليانه، فانا ومخلصه منها، يعني انا كنت ماليه دي قبل كده برضو وخلصتها، فانا مخلصه علبتين من دي، يعني معرفش تقريبا اللي هيجيبها هتعيش معاه العمر كله. فمبسوطه جدا ان انا اعتبر خلصت 2 باودرز، فده انجاز طبعا بالنسبه لي. ومن حاجات البشره برضو خلصت ال2 كونسيلرز دول. اول كونسيلر ده اللي هو بريتي باي فلورمر، اللي هو ده شكله، وزي ما شايفين انا شلت الستوبر وحاولت ان انا اطلع كل حاجه اقدر اطلعها من جوه، والبتاع كمان بتاعته اتكسرت مني، فبقيت ان انا استخدم فرشه عاديه عشان اعرف ان انا استخدم الكونسيلر ده. معرفش هو لسه موجود ده اصلا ولا لا عند فلورمر، بس هو يعني كان كويس للاستخدام اليومي وكده، وكمان كانت درجته حلوه معايا، درجته تقريبا رقم 3، فلطيف. لو لقيته مثلا ممكن ارجع اجيبه، بس مش اللي هو حجري وان انا اجيبه على طول يعني. كمان خلصت الكونسيلر ده من لوريال اللي هو كان ترو ماتش. ده من الكونسيلرز اللي انا بحبها جدا، حلو قوي لان هو بيرطب جدا تحت العين. بصوا دي الدرجه، انا بحس اول ما بحطها بتبقى غامقه شويه، وبعد كده ممكن لما بدمجها بتاخد لون البشره يعني. بس تمام، مبسوطه ان انا استخدمتها وخلصتها للاخر، وبرده شلت الستوبر ومفيهوش اي حاجه. ما اعتقدش ان انا هرجع اجيبه طبعا لان لوريال مقاطعه، ومعرفش هو اصلا بيتباع ولا لا ده. فمبسوطه ان انا خلصت 2 كونسيلرز، وكنت شغاله في ده وللاسف ما لحقتش، فيعني كان انجاز بالنسبه لي. الاقلام اللي انا كنت حاطه القلم ده كمان من اسنس اللي هو اسمه لونج لاستنج اي بنسل، ودرجته رقم 19. ده من الاي لاينرز اللي انا بحبها جدا، هو لونه برونزي كده تحفه. ده شكله كنت بستخدمه ازاي بقى، كنت بحطه كايلاينر كده وبدمجه، كان بيبقى شكله حلو وثابت جدا، عايزه اقول لكم ما بيتحركش من مكانه. كمان من الحاجات اللي انا كنت حطاها كان الليب لاينر ده من كاتريس، يا رقم 4 يا رقم 1 مش فاكره، الرقم ممسوح. ده انا كنت حاطاه ان انا استخدمه 15 مره، واوريدي استخدمته اكتر من كده بكتير، وافكر ان انا احطه واحاول ان انا اخلصه، لان ده من نوع الايه الاقلام اللي بتنشف شويه. ده درجته نوت كده تحفه. من الليب لاينرز الحلوه ان هي بتثبت كده مش بتروح على طول، ان هو بينشف يعني، فده برضو من الحاجات اللي انا بفكر اخليها. بعد كده من الحاجات اللي برضو متحمسه جدا اوريها لكم، وهو الليكويد ليبستيك ده من بورجوا، اللي هو اسمه اللي هو فيلفت اديشن ده، والدرجه اللي عندي رقم 10. عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا اول مره اخلص ليكويد ليبستيك للاخر. انا شلت الستوبر، وعايزه اقول لكم انه البتاع ده شفاف، يعني بصوا انا ممسحاه ازاي. في ناس كتير بتبقى فاكره ان ده لون الباكج، بس لا، ده كل ده برودكت جوه. اول ما شلت الستوبر يعني قعدت استخدم فيه سنتين كمان من كتر الكميه اللي كانت جوه، وطبعا اتبهدل وكده. كنت بستخدمه كليبستيك كليكويد بلاشر، فهريته استخدام، ويعني اعتقد ممكن استخدم منه كمان، بس خلاص كده انا بالنسبه لي ده تمام، استخدمته واستغليته لاخر قطره.
فده برضو من انجاز السنه دي، ان السنه دي في انجازات اول مره ان انا اعملها، يعني او السنه اللي فاتت قصدي، اول مره ان انا اخلص ليكويد ليبستيك للاخر، فكان في انجاز. والانجاز بقى اللي جاي بعد كده كمان وهو في الباودر بلاشرز. الباودر بلاشرز عملت انجاز كبير جدا، وزي ما شايفين ده البلاشر بتاع اسنس، ووصلت البان كبيره عظيمه فيه، فده انجاز. البلاشر ده درجته رقم 50، اسمه سويت هارت، من البلاشرز اللي انا بحبها جدا، وكنت بستخدمه مع كل حاجه، يعني بحط بلاشر وبقوم حاطه ده كمان، لان هو ناعم جدا، بينك ناعم قوي وشكله تحفه وبيليق مع اي حاجه وبيدي جلو كده. شايفين شكله ناعم ازاي؟ وكمان مش بس وصلت للبان في البلاشر ده، وصلت للبان في بلاشر كمان عندي بقاله فتره، وهو ده من ريفلون. زي ما شايفين في بان هنا فوق، وبرده عايزه اقول لكم ان انا اخدت وقت، يعني قعدت في الاتنين دول كتير عشان اوصل للبان، بس مبسوطه جدا ان انا وصلت لهم. ده درجته رقم 3 من البلاشرز الكيوت جدا اللي انا بحبها قوي، لان هو برده شكله طبيعي كده بينكي حلو. بحس السواتش بتاعته مش حلوه، بس هو بيطلع على الخدود بالبرش حلو، يعني زي ما شايفين هو بينكي طبيعي كده، اللي هو يخلي شكل الخدود بينك وحلو. ومتحمسه جدا السنه دي ان انا احط بلاشرز تانية، احاول ان انا اهيت بان فيهم، لان البلاشرز دول من البلاشرز اللي كان بقالها كتير قوي عندي. السنه اللي فاتت، انا مش عارفه ليه بقول السنه دي، السنه اللي فاتت اشتريت بلاشرز باودر كتير، بلس اشتريت برضو ليكويد بلاشرز كتير. يعني محتاجه اخلص من الحاجات القديمه او اوصل لهدف فيهم عشان ما احسش بالذنب كده. كمان من الحاجات اللي انا وصلت لهدفي فيها كانت الليبستيك باليت دي من NYX. كان هدفي ان انا اوصل لبان جديده، ووصلت لبان في الدرجه دي. كل سنه بحاول احط هدف ان انا اوصل لبان في درجه معينه عشان استغل الباليت دي. انا مش بستخدمها كليبستيك، انا بستخدمها ككريم بلاش، وعايزه اقول لكم هي تحفه ككريم بلاش، بتفضل ثابته على الخدود وخطيره، بحبها جدا. كمان من الحاجات اللي وصلت لهدفي فيها كان البلاشر ده من كاتريس. ده بلاشر كوشن كده، وده كان ليميتد اديشن، اللي هو بيجي بسبونج كده والبرودكت نفسه جوه. ده من الحاجات اللي كانت مركونه عندي ما بستخدموش كتير، فقررت ان انا احطه في البروجكت واحاول ان انا استخدمه عدد معين. كنت حاطه ان انا استخدمه 15 مره، وفعلا وصلت لهدفي، واعتقد برضو استخدمته اكتر من كده، لان هو سهل كده. بصوا بتحطوه وتدمجوه بقى بالبرش، فحلو، بس هو ثباته مش اعلى حاجه، وبرده مش احلى بلاشر يعني. هو كويس ان هو كان ليميتد اديشن. برده من الحاجات اللي كنت حاطه فيها هدف ان انا استخدمها عدد معين الليبستكس. كان عندي ليبستكس بقالها كتير جدا ما استخدمتهاش، فقررت ان انا احطها واستخدمها عدد معين، زي مثلا اللي هي دي الالوفيرا دي. يعني لما طلعت ترند فتره كده جبتها وقعدت استخدمها تقريبا كل يوم، بعد كده اتركنت، فقلت ان انا عايزه استخدمها 10 مرات، وفعلا استخدمتها 10 مرات، وهي فاضل لسه فيها حبه كتير، فما كنتش عايزه ان انا اخلصها، هفضل استخدمها كتير، ومش حابه اللوك اللي هو ايه الفوشيا اللي بتديه. كمان حطيت الليبستيك ده من ويت ان وايلد، اسمه نيفر نود، وبرده كنت حاطه هدف ان انا استخدمه 10 مرات. هو درجته نود كده حلوه، نود بينك. برده مش عارفه كانت ايدي مش بتيجي عليه، بس استخدمته 10 مرات او اكتر، فاستغليته. اكتر حاجه بكرهها في الليبستيك ده البتاع اللي بيبقى مكسور ده، لان ده من الحاجات اللي بتخليني ما استخدمهوش، لانه مكسور وبيبهدل الدنيا لو خدته معايا في اي حته. كمان كنت حاطه الليبستيك ده من ريمل، اللي هو درجته رقم 8، وتهيالي كل الليبستيكس انا كان هدفي فيها 10 مرات، فمش هبص بقى. برضو ده شكله، ده من الليبستيكس اللي انا بحبها جدا جدا، هو كشمير كده حلو. بصوا دي الدرجه بتاعته، فاستخدمته برضو 10 مرات، وافتكرت قد ايه انا بحبه. ده من الليبستيكس اللي انا بحبها قوي. وبرضو كان عندي الليبستيك ده كنت جايباه من اوفرا، وتقريبا ما استخدمتوش يعني غير مره ولا حاجه. ده ميني كده، الدرجه دي اللي هي اسمها امريكانو، استخدمتها برضو 10 مرات، فمبسوطه جدا ان انا استخدمته، لاني حاسه ان هو بدا ينشف. هو مات، ودي الدرجه بتاعته، هي درجته غامقه، فكنت بقى ايه بعمل ميكسات، ممكن احط ده وعليه شويه من ده، او احط ده على خفيف كده. فمبسوطه ان انا استغليته، يعني لانه من ساعه ما جبته استخدمته 3 مرات كده ولا حاجه، واتركن لانه غامق شويه. تقريبا فاضل 4 لبستك كمان كنت حطاهم، كنت يعني قعدت في الاخر كده ازود، كل ما اوصل لهدف في لبستك اشيله واحط واحد تاني،
فبحب الحركه دي جدا عشان بتخليني استخدم الحاجات المركونه، لاني برضو جبت ليبستكس السنه دي كذا واحد جديد، فكنت حابه ان انا استغل برضو الحاجات اللي بقالها كتير عندي. ومنهم برضو ده كنت جايباه من مينيسو اللي في دبي، اسمه فلولس، والدرجه دي رقم 6، واستخدمته برضو 10 مرات، ولكن للاسف البتاع الابليكيتور بتاعته اتكسرت. وده بقى من الليبستكس الخطيره، انا بحب لونه جدا، ولكن هو مش ثابت، يعني ثباته ضعيف، وهو كريمي كده، كريمي بس على شكل ليكويد ليبستيك. فانا بحب الدرجه بتاعته، وهو حلو لكل يوم وكده، ولكن مش عارفه بقى هستخدمه ازاي، ممكن افضيه في علبه او حاجه. كمان من الحاجات اللي عندي من سنين السنين، ريحته شغال عادي، ريحته حلوه، الليبستيك ده من اسنس، اللي هو فاكرين مات 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 ده، اللي هو ليب جلوس، ده برضو عندي بقاله كتير جدا، ودرجته خطيره، برضو مركون معرفش ليه مع ان الدرجه حلوه. هو برضو نفس الفكره بتاعت ده، ان هو ما بينشفش، مش مات يعني، ومش جلوس، تحسوه ليبستيك عادي، بس ايه، في لمعه خفيفه كده. فبرضو استخدمته 10 مرات. وكمان من اسنس كنت حاطه الليبستيك ده برضو اللي هو مات مات مات، بس ده بقى مات وفي شكل الستيك كده، الدرجه دي اللي هي رقم 1، برضو من الدرجات اللي انا بعشقها، بحب الدرجه دي جدا جدا، مش عارفه ايه السواتش الغريبه دي، حلوه قوي لكل يوم. برضو نفس المشكله، البتاعه بتاعته مكسوره، فمش بعرف اخده معايا في الشنطه واقعد يعني انا احط منه كتير. واخر ليبستيك كنت حطاه كان الليبستيك ده من ريمل، الدرجه اللي هي اسمها او رقمها 220، دي من الدرجات اللي انا برضو بحبها قوي، وبحب جدا ان انا اعمل لها ميكس مع درجه تانية، يعني مش بستخدمها برضو لوحدها، لان هي على شفايفي بتبقى غامقه شويه، فمش بحب ان انا احطها الصبح كده لوحدها، دايما مثلا بعمل لها ميكس مع الدرجه دي، ان دي فاتحه بتاعت ويت ان وايلد كده يعني، او برضو بعمل لها ميكس مع درجه تانية عندي، ده من ميبلين. بصوا الدرجات اللي هي بتبقى كده دي، اللي هي تحسوها كونسيلر كده شويه، ده على طول بعمل له ميكس مع الليبستكس اللي عندي، خليهم يتحولوا 180 درجه، بيبقى تحفه. وتقريبا وصلنا لاخر حاجتين، وهما كانوا هايلايترز، ووصلت لهدفي فيهم الحمد لله. واول واحد هو الهايلايتر بتاع ويت ان وايلد، وكان هدفي ان انا اوصل للبان، هنا اهو البان صغنونه بس وصلت للبان الحمد لله. وده لان برضو عندي بقاله كتير. وبرضو وصلت للبان في البتاعه دي، هايلايتر ده من فوريفر 52، تمام. وانا كنت اوريدي واصله للبان في واحده منهم، انا مش فاكره، تقريبا دي البان الجديده، مش فاكره دي ولا دي، لان ده من الحاجات اللي وصلت فيها لهدفي من اول السنه، فانا نسيت بصراحه كان ايه. في بقى كام حاجه انا وصلت للبان فيهم من غير ما ان انا احطهم في بروجكت، فحابه برضو ان انا اشارك معاكم البانز الجديده اللي وصلت لها، فاستنوا اطلعهم. اول حاجه من الحاجات اللي وصلت لبان فيهم السنه دي وما كنتش حطاها في البروجكت، هي الباليت دي من جوسي بيوتي. وصلت للبان في البرونزر اللي هنا، مش عارفه هتبان، وكمان وصلت للهايلايتر اللي هنا، واوريدي كان عندي بان في الهايلايتر ده والهايلايتر ده، فمبسوطه جدا بشكل الباليت، ان يعني باين قد ايه ان انا بحبها وبستخدمها كتير. دي بقى هتتشال من الدرج بتاعي، لاني قعدت كده فتره استخدمها كتير، عشان قلت ايه، كنت حاسه ان انا قربت اوصل للبان، فقعدت كده بقى ايه مركزه معاها فتره كده وبستخدمش غيرها. وبعد كده وصلت برضو للبان في الباليت دي باليت اي شادو من فوريفر 52، اسمها برو بيجمنت اي شادو باليت، ودي رقمها رقم 1. وزي ما باين وصلت للبان في الدرجه دي، عشان دي طبعا اكتر درجه ايدي بتيجي عليها لانها افتح درجه، فدايما ببدا اي لوك بعمله بالباليت دي باللون ده، فوصلت للبان فيها، وحاسه ان انا برضو قربت اوصل لبان في الدرجه دي، لانها برضو تاني درجه بستخدمها بعديها، فمبسوطه ان انا وصلت للبان في باليت اي شادو، لان انا يعني نادرا ما بوصل لبان في الاي شادو، لاني عندي اكتر من باليت، فيعني ايه بنوع دايما ما بينهم، فمش بوصل لبان فيهم بسرعه. فبس ده كده الابديت بتاع الحاجات السنه اللي فاتت اللي وصلت فيها للبان، سواء كانت في البروجكت بان او خلصتهم كده مع نفسي. تمام، دلوقتي بقى نبدا في البارت التاني للفيديو بتاع البروجكت بان، وهي الحاجات اللي ان شاء الله عايزه اركز عليها واخلصها او اهيت بان فيها. هبدا بالاول بالحاجات اللي مش ميك اب، لان هي مش كتير، وبعد كده نخش على الميك اب. اول حاجه مش ميك اب، وهي الكريم المرطب ده من سانت ايفز، ده من الحاجات اللي انا كنت تقريبا بستخدمها بشكل يومي، وخلصت واحد وجبت تاني، وبعد كده اتركن لاني جبت حاجات تانية وقعدت اجربها،
فمش عارفه هيبان ولا لا، انا واصله تقريبا لنص العلبه. فده من الحاجات اللي انا عايزه ارجع اخلصه، عايزه ارجع استخدمه واخلصه، لانه مفتوح بقاله فتره عندي وهو كميته كبيره. فاعتقد ان ده هقعد بقى ايه طول السنه استخدم فيه. من الحاجات كمان اللي اوريدي بدات استخدمها هو البرفيوم ده من اجمل، اسمه ساكرد لاف. تمام، ده من البرفيومز المشهوره جدا عند اجمل، وده من الحاجات عايزه اقول لكم ان انا جايباها مثلا من ايام جهازي، فهو عندي بقاله كتير جدا جدا. للاسف دي مش من الروائح اللي انا بحبها، عشان كده من الحاجات اللي انا ركناها مش بستخدمها يعني، ولما بستخدمها كده بس بقيت ان انا اعمل ميكسات بحطه معاه حاجات تانية، فما بقتش الريحه بتاعته بتضايقني قوي. يعني من الحاجات اللي هي بحسها تقيله وممكن تجيب صداع شويه، وانا اوريدي بدات فيه يعني من اول السنه، كنت هنا ووصلت لهنا، فده كده يعتبر اول ابديت السنه دي. فان شاء الله ده على اخر السنه يكون خلص، عشان ايه نخلص منه بقى. هما دول الحاجتين تقريبا اللي هحطهم، مش ملهمش علاقه بالميك اب. لا استنى، وده كمان هيكمل معانا من السنه اللي فاتت، ان شاء الله السنه دي يخلص. زي ما قلت الحاجات اللي هتكمل معانا الليكويد بلاش ده بتاع شي جلام، هو فين الاسم بتاعه اهو، كمان الكونسيلر بتاع كاتريس، وبرده الليكويد هايلايتر بتاع اسنس. ده من الحاجات اللي ان شاء الله برده تكمل معانا ونحاول ان احنا نخلصها. الحاجات الجديده بقى اللي عايزه احطها هو الفاونديشن ده من ميلاني، ده كونسيلر وفاونديشن. بما ان انا ما بستخدمش تقريبا فاونديشنز خالص، السنه اللي فاتت يمكن استخدمت 5-6 مرات فاونديشن، وده ما كانش منهم. ده يعني عندي مركون بقاله كتير جدا ما بستخدموش، هو خلصان منه حبه حلوين برضو، بس لسه فاضل يعني اكتره. فعايزه ان انا احاول اوصل حتى اخلص لحد هنا مثلا، اللي هو لحد 2 in 1. انا ممكن اعلم كده العلامه هنا، وهستخدمه ككونسيلر بس مش عايزه استخدمه فاونديشن، لان انا لو حطيته كأن انا استخدمه فاونديشن مش هيخلص عمره في حياته، مش هستخدمه اصلا. فانا هحطه ان هو كونسيلر، وان شاء الله افتكر واستخدمه ككونسيلر. وانا حاطاه هنا قدامي لانه عايزه اقول لكم البتاع فجأة كده عملت وقعت وبهدلت الدنيا، ف معرفش ايه اللي حصل. كنت حاطاه في الدرج وميلاه، زي ما شايفين هو كافرج بتاعته فظيعه. يا رب اعرف اوصل للخط ده بس. فده انا حاطاه كده موقفاه قدامي عشان استخدمه. من الحاجات اللي انا حابه اخلصها هو الجلوس ده من كافر جيرل. ده من الجلوسز اللي انا بحبها جدا جدا، وتقريبا كل ما اجي احط جلوس بيكون ده تحفه، بيدي لمعه تحفه. بصوا انا معلمه، انا اوريدي مخلصه منه قد ايه، فاضل فيه حبه صغيره، فقلت ان انا اخلصه بقى، لاني برضو جايبه كذا جلوس جديد. كنا حط كده قد ايه طري على الشفايف، الابليكيتر بتاعته تحفه، بيدي لمعه حلوه ولونه حلو وبيرطب كده الشفايف، فبحب استخدمه جدا. اول ما احس ان شفايفي ناشفه بقوم حاطه منه. من الحاجات بقى اللي عايزه اتحدى نفسي فيها، وهي ان انا اخلص الباودر دي من ويت ان وايلد، دي باودر كومباكت. انا اوريدي واصله للبان فيها، كنت بستخدمها ايام ما كنت بنزل الشغل وكده، فوصلت البان فيها لاني كنت بستخدمها بشكل يومي. فعايزه بقى ان انا ارجع استخدمها، بقالي كتير جدا ما استخدمتهاش. ان شاء الله احاول ان انا اخلصها، لانه هو فاضل بس الجزء اللي هنا. ودي من الباودرز اللي انا بحبها جدا، هي بتدي تغطيه ولكن تغطيه مش فول كافرج يعني، وناعمه بشكل خطير، فدي حلوه قوي. كمان من الحاجات اللي عايزه اتحدى نفسي فيها تاني، عايزه اهيت بان في البلاشر ده من ريمل، برضو ده من البلاشرز اللي عندي بقالها كتير، رقمه 220. هو ده نفس رقم الليبستيك ولا ايه؟ تصدقوا نفس رقم الليبستيك ده. المهم عايزه اوصل للبان فيه، زي ما شايفين هو مفهوش بان ومليان، ويعني ما استخدمتوش كتير قوي يعني، فان شاء الله احاول اهيت بان فيه. عايزه اعمل لكم سواتش للدرجه، درجته تحفه برضو، حلوه قوي للاستخدام اليومي. وعايزه اقول لكم البلاشرز بتاعت ريمل ثباتها عالي جدا جدا. طبعا انا ما اعرفش الشكل ده لسه موجود ولا لا، بس هم بقى عندهم بلاشرز مدورين كده، وبرده الناس كتير بتقول على ثباتهم حلو. فريمل من الحاجات البراندز اللي بحس ان مش كل الناس بتتكلم عنها، ومع ان فيها حاجات حلوه كتير. اخر حاجه هحطها ان شاء الله في البروجكت هي الباليت دي من NYX. انا عندي الباليت دي والباليت اللي هي النود، فدي ما فيهاش اي بان خالص، فقررت ان شاء الله ان انا احطها. وبفكر اهيت بان في الدرجه دي، بما ان البلاشرز اللي لونهم على ريد طالعين موضه وكده، فحابه ان انا استخدم الدرجه دي. تمام،
بصوا هي البيجمنتيشن بتاعها هي مش ريد قوي برضو، دي برضو جايه على موف، كلهم احمر مع جاي على موف كده. تمام، دي سواتش للدرجات، اعتقد دي يعني احسن حاجة شوية، وممكن برضو ان انا افتحها واظبطها كده لان هي غامقة جدا. وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون شجعكم كده تفتحوا الدرج بتاعكم وتطلعوا الحاجات اللي عندكم مركونة قربت تخلص بتاع او بقالها مدة عندكم وتستغلوها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وقولوا لي رايكم في اللينسز دي لان اول مرة البسها النهارده، وقلت اقول لكم عشان ايه، عارفة اني هتسأل درجتها ايه. اسمها اوكسي توكين حاجه كده، ماشي. اهي دي من فريش ليدي، انا جايباها على اساس ان هي عسلي، تمام. فانا مش عارفه ايه اللون ده وهي في الكاميرا شكلها حلو، لكن على الحقيقه شكلها يعني من اللينسز المرعبه شويه، حاسه ان هي مصفره شويه وبيضه شويه، هي لونها غريب. ف يعني اول مره اجيب لينسز واحس ان هي لا مش احلى حاجه. وبصوا شايفين البتاع، شايفين ثباته عامل ازاي. ما علينا، عماله رغي كتير وانتوا كنتوا وحشيني وحشني رغي معاكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. مع السلامه.